السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة معانا فيديو جديد، عاملين بقى شوية مقبلات حلوة كده لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. يعني عايزة أقول لكم إن سفرة رمضان طبعا ما تنفعش من غير طبق حلو من الأطباق اللي احنا عاملينها ديت. تنفع جنب الاكل كده كمقبلات. بس كالعاده يا ريت قبل ما نبدا الفيديو اللي ما عملش اشتراك في القناه يعمل وفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اولا نسمي بسم الله. هنعمل بقى سلطه الطحينه. طبعا الطحينه ما فيش غنى عنها بقى جنب المشويات، جنب لحوم الفراخ، اي اكل، جنب سندوتش بطاطس محبب. يعني الطحينه طبعا معانا. معايا هنا نص كيلو طحينة. حطيته كده في الطبق، حطيت عليه مية دافية وحاولت افكه كده بالمضرب لحد ما يفك معانا ويغير ولونه يفتح معايا. معايا علبتين زبادي، اي زبادي طبعا. الزبادي ده انا عاملاه في البيت طبعا، فاخدت منه كوبايتين. حطيتهم بقى على الطحينة. حطيت ملح وكمون وكزبرة وفلفل اسمر. انا حطيت فلفل ابيض علشان الفلفل الاسمر ما يسمرش معايا الطحينة. وحطيت نص معلقة شطة وعصرة ليمونة او ليمونتين، زي ما انتوا عايزين، والملح طبعا. وحطيت نص كوباية زيت او ربع كوباية زيت على حسب ما انتوا شايفين قدامكم الطحينة محتاجة. وبقلب بقى الطحينة حلو كده مع الزبادي ومع التوابل بتاعتها، وبظبط بقى ملحها. اهم حاجة في الطحينة نظبط الملح بتاعها علشان تبقى معايا طعمها حلو ومقبولة في الأكل. طبعا أنا خلصتها كده وحطها بقى في التلاجة لحد ما نعمل الطباق بتاعتنا معانا. ده كيلو بتنجان بلدي انا جايباه علشان نعمل بيه الوصفة الاولانية. البتنجان المخلل غسلته، قطعت القمع بتاعه وغسلته وسبته كده يتصفى علشان الايه لما اجي اقليه يكون ناشف من المية. فانا قطعته كده. عملت فيه قطعة يعني من بالطول كده مش للآخر. وهحطه بقى الزيت شغال كده، وهحطه على طول في الزيت يتقلي معايا. ومعايا الوصفة التانية بتنجان بقى هقطعه كده ايه مكعبات. هقشر البتنجانة كده شوية من ناحيتين، برضه مقطعة القمع بتاعها وغسلها زي ما احنا شايفين كده. وهقشرها نص تقشيرة كده وهقطعها مكعبات علشان احط عليها ملح واسيبها برضو علشان اقلي ايه البتنجان كله في الزيت ورا بعض. بعد ما قطعتها كده مكعبات هرش عليها شوية ملح صغيرين كده. ومعايا برضو بطاطسيتين برضو مقطعاهم مكعبات نفس الطريقة، وحطهم في مية. هرش برضو عليهم حبة ملح صغيرين واسيبهم علشان ايه نقلي بقى. انا حاطه الزيت على النار بقلي فيه البتنجان الاولاني اللي هنعمله مخلل يعني. عملت فيه فتحة كده مش للآخر، وحطيته بقى في الزيت على طول زي ما احنا قلنا يتقلي جنبنا. الوصفة التانية هقطع البتنجانة نصين، هقشر برضو نص تقشيرة وهقطعها نصين، وهرش برضو عليها شوية ملح صغيرين علشان طبعا لما اجي اقلي طبعا وانا بقلي قبل ما اقلي طبعا بنفض البتنجان من الملح علشان ما يبقاش مالح معانا زيادة. زي ما قلت لكم كده انا حطيت الزيت وحطيت البتنجان اللي قطعته في الاول. انا عامله فيه فتحه بالطول كده مش للاخر، يعني فتحه علشان ايه نبقى نحشيه. طبعا انا هطلع بقى البتنجان كده في المصفى، هياخد تحميرة كده علشان ايه ساعة ما يفتح معانا كده ويتحمر نبدأ نطلعه ونحطه على مصفى علشان ايه يصفي الزيت ويبرد معانا. وهحط بقى بقية الكمية. وهقلي بقى بقية الكمية. البتنجان المخلل يا جماعة احلى احسن طريقة للبتنجان المخلل ان احنا ايه نطقطقه في الزيت زي ما احنا شايفين كده. هركن بقى الزيت في الجنب على العين التانية، وهشتغل بقى ايه في بقية الوصفات بقى معانا علشان نشوف الايه هنعمل بتنجان معانا ازاي. طبعا انا هقلي البتنجان اللي هعمله مخلل وهحطه بقى في المصفى الصفة. وهبدأ بقى اقلي وراه بقى بقية البتنجان التاني اللي احنا ايه جهزناه. هعمل بقى خلطة الأول وصفة معانا، أول طبق بتنجان معانا. هحط فصين كم يعني حوالي 5 6 فصوص توم كده قطعتهم صغنن مش ما فرمتهمش يعني. كل طبق من البتنجان ده له طعم مميز كده في طريقة عمايله. فقطعت التوم هنا ما فرمتوش. وقطعت برضو قرن فلفل حامي او بارد زي ما انتوا عايزين، قطعته صغير. ودي 4 حبات طماطم مقشراهم ومقطعاهم. يعني هنا انا بشيل القشر من الطماطم وبقطعها صغير زي السلطة كده وبحطها علشان الطماطم تبقى مستوية وفي نفس الوقت يبقى فيها لسه ايه
يعني الطماطم كده بيبقى فيها شكل الطماطم زي ما هو، بس مستوية معايا من غير قشر علشان تدينا نتيجة حلوة وطعم حلو في الطبق المميز ده. هحط بقى الملح والفلفل والكمون والكزبرة. اهم حاجة عندنا في الخلطة دي الكمون والكزبرة، اهم حاجة في البتنجان، في خلطات البتنجان كلها الكمون والكزبرة. بعد ما استوت بقى الخلطة اللي احنا عملناها، الطماطم والفلفل والثوم، هكون قليت البتنجان اللي انا مقطعاه نصين، وهحط فيه ايه وهطلع البتنجان من الزيت احطه في الخلطه، وهبدا احط بقيه البتنجان اللي احنا عاملينه بقى الطبق الثالث. البتنجان اللي احنا مقطعينه مكعبات هحطه بقى في الزيت يتقلي وراه. وطبعا البتنجان اللي انا طلعته اللي اتقلب نصين هحطه في الخلطه دي علشان يدينا ده الطبق الاولاني اللي احنا هنعمله. بتنجان سلطة كده، ده غاموس كده جنب الأكل، بيبقى حاجة حلوة كده وطعمه جميل جنب الأكل، مقبلات في رمضان بقى. هنعمل بقى الطبق التالت زي ما احنا شايفين. ده بقى بتنجان زي مسقعة كده، هنعمله في الفرن. فهعمله بقى في صينية تخش الفرن. فهحط بقى شوية زيت، وعاملة فلفل وتوم فرماهم في الكبة. انا هنا هستعمل الكبة علشان هفرم فيها التوم والفلفل، وهفرم وراها الطماطم. يبقى انا حطيت التوم والفلفل بشوية زيت كده، اخدوا تشويحة معايا، وريحة التوم كده طلعت وبقت حلوة. هبدأ انزل بحوالي 5-6 حبات طماطم كده فرمتهم في الكبة ورا التوم على طول. وهحطهم، وهحط بقى معلقة سكر علشان الحموضة. طبعا احنا متفقين ان دايما لما بنعمل حاجة بطماطم بنحط معلقة سكر علشان الحموضة. وهحط بقى برضو الملح والفلفل والكمون والكزبرة. وهظبط بقى ملحي وحاجتي كده، وتتسبك معايا الطماطم بالفلفل بالثوم كده، تسبك معايا كويس. ممكن بقى ازود لها نص كوبايه ميه كمان. وطبعا في الاثناء دي انا قليت البطاطس والبتنجان المكعبات، ومعاهم قرنين شطه كده علشان يدونا طعم حلو كده في الخلطه. وهدخلهم بقى الفرن ياخدوا معايا وش خفيف كده على ما اعمل بقيه الاطباق معايا هنا الخلطه اللي هحشي بيها البتنجان المخلل. البتنجان المخلل ده بقى يا جماعه يفضل معانا وقت براحتنا، يعني ممكن يفضل اسبوع او اكتر في التلاجة، ما بيجراش له حاجة. البتنجان المخلل بنعمله بالطريقة دي ونحطه في علبة ونشيله في التلاجة، بيفضل معانا وقت طويل يعني براحتنا. يعني مش كل يوم بقى هنعمل بقى البتنجان المخلل ده. طبعا الاطباق اللي بالصلصة طبعا بتتعمل كل يوم او كل يومين، انما البتنجان المخلل ده طبق رئيسي كده دايما قدامنا على السفرة. معنا هنا الفلفل والثوم فرمتهم في الكبة، وهبدأ أحط عليهم بقى الملح والكمون والكزبرة وفلفل، وهعصر عليهم ليمونتين وهقلبهم كويس. وهحط بقى هبدأ أحشي معايا البتنجان اللي احنا قليناه، اللي هو هيتخلل معانا وهيتعان بقى في التلاجة. يبقى انا حطيت فلفل وشطه، طبعا اختيار. احنا طبعا اهم حاجه يبقوا الفلفل والشطه احمر واخضر علشان يدينا لون حلو كده واحنا بنخلل، يعني يبقى شكله جميل كده. فرمتهم في الكبة وحطيت عليهم الملح والفلفل والكزبرة والليمون. وطبعا ما حطيناش زيت ولا حاجة لان البتنجان مقلي معانا. احسن حاجة في البتنجان المخلل ان احنا نقليه، ما نسلقوش. المسلوق بيبقى طعمه مش قد كده وما بيعيش كتير يعني، انما المقلي بيبقى جميل وحلو وطعمه حلو وبيتاكل معانا وبيتعان برضو الفترة، ما بيجراش له حاجة. هعبي بقى كل البتنجان زي ما احنا شايفين، والمية اللي تفضل كده في الكبة هحطها عليه، وهغطي عليه بقى واشيله في التلاجة وقت ما نحتاج منه نشد منه على طول بقى زي ما احنا شايفين. هيتبقى شوية خلطة معايا بقى. هنعمل الطبق الرابع معانا. معايا هنا ده بتنجان شوياه، انا حطيته على ورق فويل كده وحطيته في الفرن البوتاجاز. اتشوى على طول زي ما احنا شايفين كده على ارضية الفرن من تحت، اتشوى بسرعة، اخدش وقت يعني. فده زي ما احنا شايفين كده هقشره وهحطه بقى على الخلطة اللي فاضلة من البتنجان. يعني لو مش احنا عاملين برضو يعني لو مش احنا عاملين بتنجان مخلل فبفرم له في في الفلاية وفصين توم كده برضو نفس الطريقة،
وبقشر البتنجان المشوي وبحطه عليه علشان ايه، نفرمه في الكبة. طبعا سلطة الطحينة اللي احنا عاملينها هناخد منها معلقتين 3 كده على البتنجان المخلل. طبعا احنا كده معانا الفلفل عليه التوابل بتاعته، والطحينة برضو عليها التوابل بتاعتها والملح، يعني احنا مش محتاجين نحط على الطبق بابا غنوج ده اي حاجة بقى، لان عليه الاضافات بتاعته. ده طبق بابا غنوج، بتنجان مشوي وفلفل وتوم وطحينة، وممكن معلقتين زيت، ولو احتاج بقى ملح او كده نظبط طعمه. وهفرمه بقى في الكبة وهفضيه بقى في الطبق زي ما احنا شايفين. عندي الطحينة عبيتها بقى في علب، الطحينة برضو ممكن تتعبى في علب زي ما احنا شايفين، ونعينها في التلاجة او في الفريزر. يعني بتاخد معانا وقت، لو احنا هنعينها يعني فترة طويلة هنحطها في الفريزر، تاخد بقى وقت ما نحتاجها نطلعها قبلها بيوم. البتنجان بقى اللي طلع من الفرن ما شاء الله زي ما احنا شايفين اخد وش وطعمه جميل، ممكن يتعمل جنب رز كشري، ممكن مقبلات جنب الاكل. شايفين ما شاء الله 4 اصناف كده للبتنجان ينفع مقبلات في رمضان، حاجة كده تحفة. جربوا بقى الطريقة، وكل يوم كده اعملوا طبق من الاطباق دي كده تنفع في شهر الكريم. كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعود عليكم الايام بخير. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.